السلام عليكم. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. مشهد الطفل محمد وهو واقف قدام باب ابوه مستني حضن او كلمه تطمنه كان من المشاهد اللي كسرت قلوب ناس كتير وانا اولهم. ما كانش بيعيط بصوت عالي وما كانش بيشتكي، لكن عينيه كانوا بيحكوا حكايه وجع اكبر من سنه بكتير. حكايه طفل حس للحظه ان الدنيا خلاص كلها قفلت ابوابها في وشه لما شاف اقرب الناس ليه بيتخلى عنه. في اللحظه دي ما كانش الباب بس هو اللي بيتقفل، ده كان بيتقفل جواه احساس بالامان ويتولد سؤال جواه: هو انا عملت ايه عشان اتحرم من حب ابويا وحنان امي؟ المشهد ده ما يخصش محمد لوحده للاسف، في اطفال كتير عايشين نفس الوجع ده كل يوم. اطفال بيتحولوا لضحيه في معارك الكبار، بيدفعوا ثمن خلافات ما كانوش اصلا طرف فيها، وبيتحرموا من ابسط حق من حقوقهم انهم يعيشوا في امان ويحسوا ان ليهم اب وام بيحبوهم وخايفين عليهم. الحقيقه المؤلمه ان التفكك الاسري مش بيبدا يوم الطلاق او الانفصال او حتى الخلافات، لكنه بيبدا يوم ما المسؤوليه تغيب، ويوم ما كل طرف يفكر في نفسه وينسى ان في اطفال مستقبلهم واحساسهم بالامان متعلق بقراراتهم. الطفل مش بيفهم تفاصيل الخلافات ولا بيعرف مين الصح ومين الغلط، لكنه بيفهم حاجه واحده بس: انه محتاج يحس ان ابوه وامه لسه سند ليه مهما كانت المشاكل اللي بينهم. الاب يا جماعه مش مجرد شخص بيصرف فلوس واسمه مكتوب في شهاده الميلاد، الاب هو السند والامان والظهر اللي الطفل بيجري عليه اول ما بيخاف. ولما الاب يتخلى عن دوره او يبعد عن اولاده او يحرمهم من وجوده وحنانه، فهو بيسيب جرح في قلوبهم ممكن يفضل سنين طويله. جرح يمكن ما يبانش للناس لكنه بيفضل جوه الطفل كل ما يكبر. وفي نفس الوقت الام ليها مسؤوليه كبيره، الام مش مطلوب منها بس توفر الاكل والشرب، لكن كمان تحافظ على نفسية أولادها وما تزرعش جواهم الكراهية والغضب أو تحاول تنتقم من الأب من خلالهم، لأن الأطفال مش وسيلة للضغط ولا ورقة للخلافات. الأطفال أمانة، حقهم يعيشوا بعيد عن الصراعات دي. المشكلة إن الكبار بعد فترة ممكن ينسوا خلافاتهم أو يبدأوا حياتهم من جديد، لكن الطفل هو اللي بيفضل شايل أثر الجرح ده، بيكبر معاه وهو فاقد جزء من ثقته في نفسه وجزء من ثقته في المجتمع، وبتكبر معاه مشاكل نفسية احنا بنشوفها كل يوم في المجتمع بتاعنا. علشان كده اختيار شريك الحياة مش مجرد قصة حب وإعجاب وحاجات وحركات، ده قرار بيترتب عليه مستقبل أطفال لسه ما اتولدوش. لازم تختار الشخص اللي تقدر تبني معاه بيت قائم على الرحمة والاحترام وتحمل المسؤولية، لأن الأطفال مش محتاجين قصور ولا محتاجين بيوت فارهة ولا عربيات، بقدر ما هم محتاجين حب وأمان واستقرار. وقبل ما نفكر نجيب أطفال للدنيا لازم نسأل نفسنا: هل إحنا فعلا مستعدين نكون أبهات وأمهات أسوية؟ هل مستعدين نشيل المسؤولية وقت الرضا وقبل الغضب، وقت الاتفاق وقبل الخلاف؟ لأن الطفل لما بيجي الدنيا بيبقى أمانة في رقبتنا وملوش ذنب يدفع ثمن اختيارات أو أخطاء الكبار. مشهد محمد وجعنا كلنا لأنه فكرنا بحقيقة مؤلمة: إن أصعب أنواع اليتم مش فقدان الأب والأم بالموت، لكن إن الطفل يحس إنهم موجودين في الدنيا ومع ذلك محروم من حنانهم واحتوائهم. ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويهدي كل أب وكل أم، ويجعل بيوتنا مليانة رحمة ومودة، لأن الطفل اللي بيتربى على الحب بيطلع إنسان سوي بينفع نفسه ومجتمعه. أما الطفل اللي بيتربى على الخذلان فبيفضل طول عمره يحاول يداوي جرح ما كانش أصلا هو السبب فيه. كل جمعة وانتم طيبين. السلام عليكم.